قبل ما نبدأ في الملخص، لو انت اول مرة تشوفني اعمل لايك، اشترك لو لسه مش مشترك، وكمان فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبتدي قصتنا النهاردة عن بنتنا منمون السكر دي، واللي من حظها الهباب فضلت سنة ونص مرتبطة بابن اغنى ست حيزبونة في المدينة، لا وكمان صاحبة الشركة اللي شغالة فيها. وفي ليل ما طلعلوش قمر، وده لان بنتنا هي القمر. قابلتها ام البطل اللي اسمه جون، وعرضت عليها تسيب ابنها مقابل مبلغ من المال، وده لان ابنها ابن الاغنياء ما ينفعش يحب بنت الفقراء. يا جماعة حد يسكت الولية دي. وطبعا بنتنا كان عندها عقدة من العلاقات، ومش عايزة تفضل في علاقة تقلل منها، فقررت تنفصل عن جون. بس قالت لأم 44 دي انها مش هينفع تنفصل عنه مرة واحدة، وهتطلب منها مهلة شهرين، وكمان مش هتاخد منها فلوس، وده لانها خايفة على مشاعر جون اللي مش بيحب امه اصلا. والله يا جون ولا احنا. وهنعرف هنا ان منون ما كانتش تعرف ان جون ابن صاحب الشركة، وانه اول ما انضم الفريق عملهم عرف نفسه على انه شخص عادي، وحتى اما ارتبطوا ما قالهاش الحقيقة، وكان رافض دايما انها تشوف بيته وبيجيب لها هدايا غالية. لكنها قفشته في مرة بيتكلم مع رئيس مجلس الادارة، وعرفت ان اخوه الكبير وواجهته بالحقيقة وفرجت عليه الشركة، بس ده علشان هو ابن اغنياء وكان بيخليها هي اللي تدفع فلوس الاكل. يا نتن، نرجع بقى لوقتنا. اما منون قالت لصاحبتها انها وافقت بالفلوس علشان دراسة اخوها، وان ده شيء هيساعدها اكتر ان جون يبعد عنها اما يلاقيها بتاعت فلوس. وتاني يوم قابلته في الشركة وقالت بس انا هبقى سترونج واخليه يكرهني. واول ما شافته قلبت سعاد حسني وعينيها طلعت إله، فرجعت الحمام وبدأت تدور على جوجل على طريقة تخليه يكرهه بيها، فقررت تكشر في وشه طول اليوم. والكل لاحظ ده مش بس هو، وعلشان عارف ان همها على بطنها ووداها تاكل الاكل اللي بتحبه. ولما لقيت نفسها هتضعف قررت تمشي وهي حزينة لانها عارفة ان جون بيموت في امها، وجون ما كانش عارف يعمل لها ايه علشان يفرحها. وبالليل فضلت تسكر علشان تنسى، وبعتت رسالة بالانفصال لجون. لكن لما صحيت عرفت انها بعتتها للجروب، فاضطرت تقول انها كانت سكرانة، وبكده تكون باظت خطتها الاولى. وبالليل قابلت جون ولسه بتحكي عن اللي حصل، قال لها انه عارف انها قابلت والدته وانها بتعمل معاه كده علشان تنفذ اوامر والدته، وطبعا اخوه الفتان هو اللي قال له. فهنا قررت منون تحسم الموضوع وانفصلت عنه لانها فقيرة ومش هتدخل نفسها في مشاكل الاغنياء دي، وانها قبلت بالفلوس علشان تسيبه. وتاني يوم في المكتب لاحظت ان جون اخد اجازة، وكل ما كان بيفكرها بيه، وكل ده وهي ما تعرفش عنه اي حاجة. بس المفاجأة ان جون بقى رئيس الشركة، وكمان عمل كل التغييرات اللي هي كانت قايلة عليها. واول ما شافته وقعت على وشها، فانقذها كالعادة وقال لها انه محترم قرارها لكنه لسه متعلق بيها، وهيفضل متعلق بيها وقاعد على قلبها. ومش بس كده، ده خلى مكتبها في قلب مكاتبهم علشان يفضل قريب منها. وقال لها معلش بقى، اصل البعيد عن العين بعيد عن القلب. يا قلبي الله يعينك يا بنتي. فدخلت له منون وقالت له انت خربان يالا، ايه اللي جابك هنا؟ قال لها حبك يا حب، وانه قدر يقنع والدته انه يفضل هنا وما يسافرش بره، وخلال سنتين هيخلي شركتهم الاولى عالميا مش التانية، ولو فشل تقدر تسفره بره عادي. وعرض عليها يرتبطوا تاني بما انها وفت وعدها لوالدته اول مرة، لكنها رفضت وفضل يعاكس فيها لغاية ما الستارة اتفتحت واتفضحوا. يا فضحتك يا منون في الشركة. وعلشان يشتري جون سكوتهم عزمهم على العشاء، شكل كل اللي معاه همهم على بطنهم، واغراهم انه هيمدلهم وقت المشروع اسبوع علشان يسكروا ويروحوا ويخللوا الجو هو ومنون بقى. وفعلا رجعوا الاتنين على المكتب، وكانت مستغربة جدا من اصراره على علاقتهم، واعلن عليها حرب الحب، وهو انه مش هيسيبها تسيبه ابدا. ومن يومها يا اخواتي وهو ما حلش البيت ولازق لها في كل حتة، يمسك ايدها يجيب لها حاجة حلوة، يا بنتي ارجعي له بقى. لكنها في كل مرة كانت بتسيبه وتمشي. وتاني يوم رجعت منون الشركة وهي تعبانة، وقابلت اخو جون واللي عرفها انه كان بيعمل كل اللي بتحبه حتى لو مش بيحبه. فاخدت بالها انه طول فترة ارتباطها بيه كان هو الاحسن منها وهو اللي بيحبها اكتر،
وخد باله جون إنها تعبانة فجاب لها علاج وأكل وقال لها تهتم بنفسها أكتر، لكن فجأة أغمى عليها، وبعد ما فقت قالت له إنها عرفت كل اللي كان بيعمله علشانها وإنها تتمنى تعرف ده بدري، لكنه كان شايف إنه بدأ يحب الحياة بسببها مش علشانها، وإنه مش هيسيبها مهما عملت فيه، وإن كل اللي محتاجه ياكل معاها 27 مرة وما تسألونيش ليه. وفي كل مرة كانت منون بتحس إنهم بيقربوا لبعض أكتر، لكن والدته مخربة اللحظات السعيدة كانت مخلية حد يراقبهم ويصورهم، ولما عرف أخوه قال لها سيبيه ياخد وقته، كده كده منون مش مدياله فرصة ولسه على وعدها معاكي. وفي يوم كانوا ولادنا بياكلوا وكمان شربوا، بس جون اتسطل خالص وسأل منون لو لسه بتحبه ولا لأ، فقالت له إنها بتحبه أكتر من أي وقت تاني. أما عيط وصوت ولما عليها الشارع وقال قدام الكل إنها سابته علشان الفلوس، فضحتين الله يفضحك. وفي الآخر رجعته على بيته، ولما فاقوا الاتنين تاني يوم افتكروا اللي عملوه وقرروا ما يرجعوش للشرب تاني، وراحوا الشركة يسحبوا زي الحرامية، بس اصحابهم قدروا يجمعوهم على الغدا وفضلوا يتكلموا عن اللي حصل وانهم ما كانوش في وعيهم، وكل واحد فيهم اتأسف للتاني على اللي عمله. ورجعوا للشركة بس منون اتفاجئت لما لقيت ام جون في وشها ومسحت بكرامتها الارض، لكن جون دخل عليها وقال لها انها ما يصحش تيجي هنا من غير اذنه واكبر هتمشي رجولة يا جون. وقبل ما تمشي قال لها ما تقلقش من اللي جاي علشانه لانه عمره ما هيخذلها. رجع جون لمنون بس لقاها مشيت وسابت له رسالة بتقول له ان عندها اجتماع ومش هترجع المكتب بعده، وراحت لمطعم صاحبها وفضلت تشغل نفسها بالاكل والتنظيف. وتاني يوم جالها دعوة ان اخوها عامل مشكلة في المدرسة، فراحت جابته بعد ما اتأسفت لوالدة صاحبه، وكمان ده هيعرض دراسته للخطر، فبدأت تلومه وتفكروا انهم زمان وقت ما والدهم كان خمرجي وبيضربهم هي خدته وهربوا من البيت علشان تربي تربية صح مش تربية تجيب لها المشاكل. ونسيت تعلمه انه لما يشوف حد بيستقوى على حد ضعيف ينقذه. وبالليل قابلت جون وقالت له كفاية اللي بيحصل وان علاقتهم دي لازم تنتهي دلوقتي، فوافق وطلب منها يقضوا اخر اليوم ليهم سوا يلعبوا ويهزروا فيه. ووافقت منون وكان من اجمل ايامهم، وبدأ يفتكروا ذكرياتهم القديمة سوا، لكن كل واحد فيهم كان حزين على فراق التاني. ما بلاش الكلام اللي يخلي الواحد يعيط ده. وتاني يوم راح كل واحد فيهم الشغل وما كانوش مركزين خالص، بس الغريبة ان منون بنتنا كان بيجي لها رسائل على تليفونها من رقم غريب بيطمن عليها وبيقول لها انها وحشته، وطبعا كانت فاكراه جون خصوصا بعد ما شافته ماسك تليفون غير تليفونه، لكن في الحقيقة هو مش مركز معاها اصلا ومركز في اصدار النسخة الجديدة من تليفون شركتهم، والتليفون اللي معاه ده كان النسخة التجريبية ويمشي اللعب بعيد بقى. فراحت لاصحابها بالليل تقول لهم على اللي بيحصل، فرنوا على الرقم الغريب واللي قال لهم انه غلط وانه كان فاكرها واحدة تانية لكن شكله فخ ومعمول لمنون. طول بالك معايا بس عزيزي المشاهد وهنعرف مين ده. وتاني يوم كانت منون وباقي الفريق بيحضروا لاجتماع مهم في بلد تانية، وفي طريقهم العربية لبست في عربية تانية، وهنا شافهم جون وخدهم معاه. وفي الطريق قالت منون لجون خف عليا شوية وبطل تتمحن، الناس كلها بدأت تاخد بالها ان في حاجة بينا. وبعد ما وصلوا للاجتماع منون كانت مبسوطة بجون والنجاح اللي وصله، وده لانه ما استخدمش سلطة اهله علشان يوصل للمكان ده، بل بالعكس قرر يبدأ في الشركة كموظف عادي وما قالش لحد كمان. وفي الاخر نجح كل النجاح ده، تستاهل 10 من 10 ونجمة جنجون. وبالليل كان الكل سافر لسيول تاني بعد ما احتفلوا بنجاحهم ما عدا منون قبل جون، وهنا قال لها انه خسرها كحبيبته بس مش هيقدر يخسرها كصاحبته ومديرته القديمة، وطلب منها ما تسيبش الشغل، لكنها كانت مصممة على استقالتها بعد مشروعه ما ينتهي. فرجع لوالدته وطلب منها تسفره ويشتغل في شركتهم اللي برا، فرفضت وعرفته انه هيمسك مكان اخوه من اول السنة واخوه هو اللي هيسافر. ولما اعترض قالت له انه فاشل وعديم المسؤولية، فقرر يسيب لها الدنيا وراح للحب.
قال لها انه ما بقاش عنده حاجة غيرها، ومن حظه الهباب لقى فريق العمل كله هناك وشافوه وهو حاضنها. يا فضحتك السودا يا جنجوهن. وقعدوهم قعدة عرب لغاية ما اعترفوا انهم ارتبطوا لمدة سنة ونص ولسه مفركشين من شهر، وسابتهم وطلعت تجري. اما جون فاتكسف هو كمان وراح نام في فندق، ولما رجعت كان الكل بيتعامل معاها بحنية، وده لانهم خايفين عليها من ام جون الحيزبونة لا تجرح مشاعرها لانها فقيرة. وكمان في الشغل بدأوا يساعدوها انها تتخطى ويبعدوا عنها. والله تشكروا، بس كبرتوا الموضوع يا جماعة. وبعد الاجتماع ما خلص قابل جون بنتنا وقال لها انه هينقل مكتبه علشان يبعد عنها وما يسبب لهاش احراج، لكنها انفجرت فيه وقالت له انه عيل وكل ما يواجه مشكلة يجري منها، مرة ينقل مكتبه ومرة يسافر برا البلد، وما سابتش الكلمة الا وادته على دماغه، لكنه ما سكت لهاش برضه وقال لها انها جرحته لما سابته، وان مكانة اهله مش سبب قوي يخليها تسيبه، وانه مش عيل وبقى شايفها زي امه اللي دايما شايفاه قليل وصغير. وبعدها جه صاحبها وقال لها انها عندها مقابلة لموظف جديد، وهو في الحقيقة مظبط لها موعد مع عريس شاف صورها على السوشيال ميديا معجب بيها، وكل ده علشان يساعدها تنسى جون. بس جون كان واقف وسامع كل اللي اتقال، ولما رجعت للشغل شافها وبصلها بقرف ومشي، وطبعا ولا هي تعرف حاجة. والله انتوا ظالمين الكريمة بالقشطة دي معاكوا. وعرفت منون هنا ان جون عارف اللي حصل، فسابت الشغل وروحت، وفي طريقها كان الرقم الغريب لسه بيضايقها، فمسكت ومسحت بكرامته الارض. وفي الوقت ده كانت شركتهم لغت الاتفاق مع رسام معرضهم اللي هيفتتحوه كمان 3 شهور، وبدأوا يدوروا على رسام تاني لغاية ما الفريق عرض على جون رسام اسمه لي، وقدر جون يقنعه بالشغل معاهم. والمفاجأة ان هو الشخص اللي بيضايق منون في التليفون وبيحبها، ووافق علشان يبقى جنبها. وكل ده ومنون ما تعرفش حاجة، لأن الحلوة بتتمشى على البحر تشكيله همها. ولما رجعت لمكتبها وعرفت بالتغييرات اللي حصلت جريت على جون تعتذر له على غيابها، لكنه بهدلها وقال لها انها عديمة المسؤولية، وبدأ يتجاهلها في الشغل كأنها هوا. وهنا دخل عليهم لي واللي كان عينه من منون، وجون خد باله ما كانش مرتاح له. وفي نهاية اليوم قال واحد من الفريق لجون انه السبب في اللي منون عملته، وهو اللي ظبط لها ميعاد مع عريس، وبسبب الحركة دي خدت اجازة وقفلت تليفونها. فحس جون انه ظلمها، لكن بعد ايه بقى ليجي وخلاص شكله كده ناوي ياخدها منه، وخصوصا بعد ما راح وراها وعرفها حقيقته. وهنا شافهم جون سوا وقال لها انه مش هيقدر يشوفها مع حد تاني غيره، ولا هيقدر يحب غيرها تاني. ايه يا جن هتحن ولسه هياخدها ويمشي. جه لي وشدها. جرى ايه يا عم، هي واقفه مع كيس جوافه واخدها ورايحه على فين. وبقوا الاتنين بيتعاركوا على البنت لغايه ما قررت منون بنتنا تروح مع جون، لكن لي كان لازقه والا يوصلوه في طريقهم. لكن جون طرقه، وتاني يوم في الشركه كان عينه بين بنتنا، وكمان لقح لجون بالكلام ان معجب بيها لو هي تتحب بصراحه. ومش بس كده، ده كمان خرج مع الفريق بالليل وتعمد انه يتصور معاه وهو حاطط ايده على كتفها ويحط لها الصوره للجروب كله. والله حيزبون اكتر من ام جون، وده خلى جون ابننا مش طايق نفسه، خصوصا انه مش هيعرف يروح لهم لان عنده اجتماع في مكان بعيد. وطبعا اخوه الحنين السندال كان واد فنان فضل يهون عليه كل ده لانه عارف قد ايه بيحبها، وعمل معاه حركه رجوله وطلب له اول طياره ترجعه على بلدهم علشان يبقى جنب حبيبته ومحدش ياخدها منه ويعيش الحياه اللي هو ما قدرش يعيشها. وده لان والدته اجبرته يتجوز واحده غنيه لاجل المصلحه، اما الشغل فهو هيخلصه مكانه. ورجع بيته كان فاكر انه محدش موجود، بس فجاه لقي مراته فاستخبى منها واتكسف. يهبل دي مراتك. نرجع لابننا جون اللي حرق دم ليه بدخول المفاجئ عليهم. ايه فكرني سافرت وهيخلى لك الجو ده بعينك. وشكل المنافسه بينهم على منون هتبتدي، وفضلوا يشربوا لغايه ما راحت منهم على الاخر وفضحوا علاقتهم ببعض قدام لي. وفي الاخر صحي
صحيوا الاتنين تاني يوم لقيوا نفسهم في بيت لي، ولما افتكروا اللي حصل ما كانوش عارفين يقدروا نفسهم من الفضيحة، فمشيت منون وراح لي وراها، لكنها هزقته وطلبت منه يبطل يسخر من مشاعر جون الحزينة وما يقربش منها إلا للشغل وبس. وتاني يوم حصل مشكلة وانتشرت أخبار عن حقيقة لي، وهو ابن نائب برلمان كان متهم في قضايا سياسية، وده ممكن يعرض شركة جون للخسارة لأنها بتعين لي فهي تعتبر متحيزة للسياسة، فطلبوا من منون تتولى أمر الصحافة وتوقف الأخبار دي. لكن لي بنفسه حللها الموضوع وخلى والده ينشر مقال بيقول فيه إن ابنه مش بيدعم السياسة وإنه سايبه يختار الحياة اللي بيعيشها، وبكده يكون أنقذه من الإشاعات. لا ده انتي تشكريني وتتمشي معايا على البحر بقى. وهنا قال لها إنه بسبب الفن اتدمرت حياة شخص واكتئب وقرر ينتحر، لكن لما سمع صوتها في مرة وهو بيكلمها حبها جدا، وده خلاه يرجع عن قراره في الانتحار. ومن وقتها وهو حابب يرد لها الجميل وبيعاملها كويس، وبقوا من وقتها صفية لبن حليب يا قشطة وقضوا اليوم سوا. وفي نهاية اليوم منون الحنينة كانت بتواسي ليه على قصة حياته الحزينة وحطت ايديها على كتفه، وفجأة خدوا بالهم ان جون شايفهم. فيا ترى ايه اللي هيحصل وايه هو رد فعل جون على اللي شافه، ويا ترى منون هتحب مين؟ كل ده هتعرفوه في الاحداث اللي جاية. لايك وفولو واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. مع السلامة.